تخيل معايا انك تصحى الصبح تفتح موبايلك تلاقي واحد بيعيط لايف عشان مراته سابت له البيت، وواحدة تانية بتعمل تحدي جديد وهي لابسة أقل، تالت بيقول أنا مش مشهور بس لما شتمت فلان جبت 3 مليون مشاهدة. يا مساء النور والضحكة اللي من القلب لكل واحد بيسمعني دلوقتي. النهاردة احنا قدام ظاهرة مش فرق في السما ولا نيزك نازل من فوق، لا احنا قدام ناس كتير قوي بيكسبوا من قلة الحياء. ناس بقت بتبيع الخصوصية والكرامة وحتى الستر عشان لايك وشير وكومنت يقول الله يا ابني انت جامد فعلا. ومعانا مثل شعبي النهارده من بتوع زمان بس هنسمعه بشكل جديد. اللي اختشوا ماتوا بس اللي ما اختشوش عملوا. قبل ما نبدأ الحلقة جهز فنجان القهوة الرايق ومشروبك المفضل وبينا نستمع. السوشيال ميديا بين الجراءة والانحلال. زمان الناس كانت بتتكسف تقول اسمها بصوت عالي في الاتوبيس، دلوقتي في اللي بيحكوا كل تفاصيل حياته الزوجية على لايف كمان وبالفلتر. أنا مش ضد السوشيال ميديا، أنا شغال عليها، بس في فرق بين الجراءة والوقاحة. في فرق بين إن أقول رأيي بين أعمل فضيحة علنية وأقول أنا ترند النهاردة. الفضيحة بقت شطارة والكلام العيب بقى ستايل. اللي محترم يتقال عليه معقد واللي بيغلط يتقال عليه فرفوش. تعرف مرة كنت ماشي في الشارع لقيت واحد بيصور لايف قعد يزعق في مراته ويقول للناس يا جماعة قولوا رأيكم مين غلطان، أنا ولا الست اللي مش عايزة تطبخ المحشي النهاردة؟ وخد عندك بقى كومنتات سيبها يا نجم مش عارف ايه، لا يا باشا مش عارف ايه، وكله عمال يطبق. معقولة وصلنا لدرجة ان مشاكلنا العائلية بقت عبارة عن لايف؟ انا متخيل بعد شوية يبقى في اعلان كده اشترك الان في باقة بيت عم حسين وتابع خلافات زوجية حصرية قبل اي حد. ناس زمان قالوا اللي اختشوا ماتوا على اللي كانوا بيخجلوا من قلة الادب بيفضلوا يموتوا ولا يتفضحوا. بس النهاردة في ناس بتقول هو احنا هنعيش كم مرة؟ يلا نعيشها ترند يا عم. بقى في مثل شعب جديد من اختراعي، اللي ما اختشوش جابوا اعلان مزيل عرق في نص اللايف. خلينا نتكلم جد شوية بقى. هل الشهرة تستاهل تبيع مبادئك؟ يعني لو اتشهرت علشان عملت حركة مستفزة او قلت كلمة خارجة او فتحت موضوع حساس قدام الناس، هل ده يسمى نجاح؟ ولا احنا بقينا نسوي بين الانتباه والقيمة؟ وده عندك واحدة تطلع تقول أنا سايبة جوزي علشان ما جابليش ورد في عيد الحب وواحد تاني يرد أنا سبت مراتي عشان جابت ورد بلاستيك. ودي نسميها حلقة بودكاست بعنوان الوردة اللي خربت البيت. كنت قاعد مع واحد صاحبي بيقول لي أنا فتحت قناة ولا أنا أقدم فيها نصايح زوجية، فتلقائي طبعا سألته طب أنت متجوز؟ قال لا بس شفت مسلسلات كتير وبحب أتكلم. السوشيال ميديا مش شيطان، بس اللي بيستخدمها غلط ممكن يكون شيطان. كل حاجة في ايدك ممكن تبني بيها مجتمع او تهده، ممكن تطلع تضحك الناس او تفسد دماغهم، ممكن تقول كلمة تفرح او تخلي حد يحس انه مش كفاية. في اخر لحظات النهاردة عايز اقول لك خلي بالك من اللحظة اللي بتقول فيها عادي دي سوشيال ميديا، علشان العادي النهاردة بيبقى واقع بكرة. عيش بحياء حتى لو اللي حواليك قرروا يتعروا من الأخلاق. خلي صورتك في عيون نفسك أحسن من مليون لايك في عيون ناس مش هيفتكروا اسمك بعد ساعتين. في النهاية دي كانت لحظة جديدة من اللحظات، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. لو عجبتك شاركها مع حد لسه متمسك بالحياة. ولو حسيت إن الكلام ده نفعك دي مش صدفة، دي لحظة. سلام وأشوفكم في اللحظة الجاية.